في حكايات بيخبيها التاريخ بس مش أسرار، لأ، دي ألغاز بتعيش وسطنا من غير حتى ما نفهمها. حكايات كأنها طيف بيعدي وسايب وراه أسئلة أكتر من الإجابات. والنهاردة أنا هحكي لكم عن واحدة من أغرب الحكايات، حكاية حجر، بس مش أي حجر، ده حجر عليه نقش غريب غامض ومرعب اسمه النقش العجيب. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. الناس سموه كذا اسم، في اللي قال عليه لوحة الإنس والجن، وفي اللي سماه لوحة النبي موسى والدجال. بس في الحقيقة الاسم ده مش بيعبر عن كل اللي جوه الحجر، لأنه ببساطة حجر بيحكي كأن في أكتر من قصة وأكتر من وجه وأكتر من بعد، وكل ما تغير زاوية نظرك كل ما تطلع لك حكاية جديدة، وكأنك بتتفرج على كابوس بس بتفاصيله من عالم تاني. والغريب بقى إن مفيش حد تقريبا اتكلم عن الحجر ده غير مثلا ممكن يكون انت سمعت عنه في مسلسل المداح السنة اللي فاتت، واعتقد ان انت كنت فاكر ان الحجر ده اصلا مش حقيقة. حتى وانا بجهز للحلقة دي دورت كتير، لكن للأسف ما لقيتش ولا دراسة حقيقية ولا أبحاث ولا حتى في اهتمام إعلامي واضح بالحجر ده. يا دوب هما شوية فيديوهات صغيرة على يوتيوب بس. وانا بدور اكتشفت حاجة واحدة بس، والحاجة دي حصلت في سنة 2006 في مؤتمر الأثريين العرب، وهناك لأول مرة ظهر الحجر ده للنور. واللي عرضه كان دكتور اسمه الدكتور أحمد عبد الكريم الجوهري. وده مش بس عرضه، ده كمان حاول إن هو يدرسه وينشر تفسيراته، وكان تقريبا الوحيد اللي حاول يفهمه. المهم الدكتور الجوهري قرر إن هو يشوف الحجر ده من زاوية دينية، وشاف النقوش وبدأ إن هو يربط بينهم وبين القصص الدينية، وطلع نظريات ممكن إن هي تفسر اللي موجود على الحجر ده. وعلى حسب كلامه بيقول إن الحجر ده عمره بيوصل لتقريبا 3000 سنة، ومصنوع من مادة البازلت الصلب، ودي مادة صعبة جدا جدا إن حد ينحتها بالشكل ده. طيب مين نحتها وليه أصلا اتنحتت؟ محدش عارف، بس اللي واضح على الحجر إن هو باين عليه إن هو متعوب عليه جدا ومحفور بدقة شديدة كمان، كأن اللي عامله كان بيكتب رسالة، بس مش لأي حد، دي رسالة لناس معينة بس هي اللي هتفهمها. اللوحة دي يا صديقي ليها 3 أوضاع، وكل وضع فيهم بيكشف شكل مختلف وقصة مختلفة، ومعاهم رعب مختلف تماما عن اللي قبله. أول لما حضرتك تبص للوحة بالشكل العادي هتشوف ملامح وش راجل شكله جامد وتقيل وفيه هيبة كده تخليك تبص مرتين تلاتة، وهتلاقي تحت الوش ده في راس بقرة، وعلى خد الوش في نقش صغير جدا لشكل أفعى. الدكتور الجوهري بقى بص للوضع ده وقال ده النبي موسى. طيب ليه يا دكتور انت بتقول كده؟ قال علشان الشكل القوي للوش والبقرة اللي ممكن تكون بترمز لبني إسرائيل وقصتهم مع البقرة، وكمان الأفعى اللي كانت معجزة العصاية لما اتحولت لأفعى قدام فرعون. ده غير إن كل تفصيلة في الشكل ده فيها إحساس بالهيبة والجدية، وكأن الحجر بيقولك هنا في نبي وهنا في معجزة وهنا في قصة حصلت من زمان. بس استنى يا صديقي، ده لسه ده وش واحد من التلاتة. لو قلبت اللوحة 180 درجة كل حاجة هتتغير. الوش اللي كان فيه هبة بيختفي تماما، وبتظهر مكانه ملامح مرعبة، وبيظهر وش تاني خالص مشوه ومناخيره كبيرة وعينه مش سليمة وجبهته عريضة بشكل مش طبيعي. وهنا الدكتور الجوهري قال إن ده هو الدجال، وقال إن ده بيوصف زي ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصفه في الأحاديث. ده غير إن كمان فوق الوش ده في نقش العقرب، وجنبه حاجة شبه تاج فرعوني، وعلى الجنب هتلاقي فيه قرد أعور وخنزير. ده اللي انت ممكن تاخد بالك منه. الرموز دي بقى يا صديقي على حسب رأي الدكتور الجوهري بترمز لقصة أصحاب السبت اللي ربنا مسخهم لقردة وخنازير. وبالنسبة للتاج الفرعوني ممكن إن هو يكون إشارة للسلطة
أو للمكر. لكن هنا بقى الكلام بقى فيه اختلافات، لأن لو فعلا الوش الأول هو وش موسى النبي، يبقى إيه العلاقة بينه وبين الدجال غير إن هو مجرد حذر قومه منه؟ إلا لو السامري هو نفسه الدجال زي ما في ناس قالت قبل كده. بس ده موضوع تاني يا صديقي، لأن الآراء فيه مختلفة جدا. وبرضه فكرة إن القرد أو الخنزير بيرمزوا لأصحاب السبت فهي مش أكيدة قوي، لأن مفيش أي دليل صريح بيقول إن الدجال ليه علاقة بيهم. يعني ممكن مثلا يكونوا رمز لحاجة أعمق، أو يمكن كلها وهم بصري لا أكتر ولا أقل. لو رجعت اللوحة للوضع الأول تاني، بس المرة دي قلبتها بشكل أفقي، هتشوف حاجة جديدة خالص. واللي هتشوفه هو حاجة شبه وش شيطان قاعد على كرسي، وملامحه مخيفة وغريبة جدا، وتحس إن هو بيضحك عليك. وهنا الدكتور الجوهري قال إن ده رمز لفترة فقد النبي سليمان الحكم، وإن الشيطان هو اللي أخذ مكانه. بس هنا كان في اعتراض، لأن على حسب القرآن الكريم والسنة مفيش ذكر إن سبب قوة سليمان النبي كانت خاتم أو أي شيء مادي، ولا كمان في ذكر إن الشيطان هو اللي أخذ الحكم فعلا. بس المعلومات دي كلها يا صديقي جاية من الإسرائيليات. بس تفتكر يا صديقي، هل فعلا ده شيطان، ولا برضه إسقاط نظري بيخلينا نشوف حاجة مش موجودة أصلا؟ بعد ما خلصنا الثلاث أوجه اللي شافهم الدكتور أحمد الجوهري، اللي هما الوضع ألف وب وجيم، الموضوع ما خلصش. بالعكس، الحكاية بدأت تدخل في مستوى أعمق وأغمق وأغرب من كده بكتير. واللي حصل بعد كده كان زي اللي بيحاول يكشف سر في كتاب سحر مقفول، لأن كان فيه اتنين، واحد اسمه معاذ عوالي والتاني محمد عبد الحميد السعدي، قرروا إن هم يبصوا للوحة دي بطريقة مختلفة تماما. لا اعتمدوا على التفسير الديني ولا على القصص القديمة، لا، دول قرروا إن هم يعملوا حاجة جديدة خالص، وقرروا إن هم يدمجوا الأوضاع التلاتة مع بعض. يعني يركبوا صورة على التانية على التالتة، ويفضلوا يقلبوا ويشقلبوا فيهم ويعيدوا ترتيب النقوش، كأنهم بيدوروا على خريطة لكن مش مرسومة، خريطة محفورة على حجر. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا صديقي ان هم طلعوا بصورة جديدة تماما، صورة غريبة محدش قبل كده شافها. بس للأسف ما فهموش منها حاجة، بصوا ليها وحاولوا ان هم يحللوها، بس كل واحد شاف حاجة مختلفة تماما عن التاني، كأن النقش اللي على الحجر بيكلم كل واحد بطريقة لوحده. وده اللي خلى الموضوع يزيد غموض، وكأن الحجر بقى بيقول حاجات مش لأي حد. بس في ناس كتير شافت الحجر والنقوشات دي، وكل واحد شاف حاجة مختلفة عن التاني. يعني مثلا في واحد قال إن هو شاف كائن ليه 3 عيون، واحدة في الشمال والتانية في اليمين والتالتة في النص، يعني ممكن نقول إن هي شبه العين اللي على ورقة الدولار كده بالظبط. والتاني قال إن هو شاف شكل مدينة محاطة بسور من النار. وواحد تالت حلف إن هو شاف بنت صغيرة واقفة ووراها ظل كبير جدا شكله مش بشري خالص. وده بيقول يا صديقي إن الحجر ده كأنه مراية، بس مش مراية عادية، دي مراية بتعكس اللي جواك وبتوريك حاجة على قد خوفك أو على قد معرفتك، ويمكن على قد ظلامك الداخلي أو الشر اللي جواك. بس ليه كل ده؟ الحجر ده يا صديقي عمره أكتر من 3000 سنة، يعني من قبل الأديان السماوية الثلاثة تقريبا، ومن قبل الممالك، ومن قبل حتى الخط اللي مكتوب اللي نعرفه دلوقتي. يعني اللي عمله لو كان إنسان، يعني معنى كده إنه كان عنده علم مش موجود دلوقتي، أو يمكن ما كانش إنسان أصلا، الله أعلم. في ناس بتقول إن الحجر ده معمول بفكر ما بعد البشري، يعني حضارة كانت موجودة واختفت، أو كائنات غير مرئية هي اللي عملته، أو يمكن كائنات من بعد تاني، احتمال، الله أعلم. بس الشاهد الوحيد في القصة دي هو إن الحجر ده ما هوش للزينة بس، ولا هو تحفة فنية، هو رسالة. والمريب أكتر في الموضوع إن مفيش أي جهة علمية كبيرة اتكلمت عنه، لا متحف ولا جامعة ولا حتى بحث. حتى مؤتمر الأثريين اللي ظهر فيه سنة 2006، المعلومات اللي اتقالت فيه اتدفنت بعد كده، كأن في قوة خفية مش عايزة الناس تعرف أكتر عن الحجر ده. وطبعا السؤال اللي بيطرح نفسه تلقائي في الليلة دي، اللوحة دي فين دلوقتي؟ اللوحة يا صديقي حسب المعلومات المؤكدة مع واحد اسمه الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان،
يعني اللوحة دي مش موجودة في متحف ولا موجودة في مكان مفتوح، دي موجودة في مكان خاص محدش يعرف يوصل لها بسهولة. وده بطبيعة الأمر بيزود الغموض أكتر وأكتر، وبيحط سؤال: هما ليه مخبيينها؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل لو اللوحة دي اتعرضت للعامة؟ واحد من الهواة اللي حاولوا إن هما يحللوا النقش ده قال جملة غريبة شوية، قال إن اللوحة دي مش بتتفرج عليها، ده هي اللي بتتفرج عليك. الكلمة دي يا صديقي على قد بساطتها لكن على قد كمية الرعب اللي فيها، لأن فعلا كل مرة تبص فيها للنقش بتلاقي حاجة جديدة، كأنها بتراقبك بالظبط أو كأنها بتختبرك وبتشوفك أنت هتفهمها ولا لأ، وهتفهم إيه بالظبط. والغريب بقى يا صديقي إن الناس بعد ما شافوا الصور الجديدة اللي طلعوها بعد دمج الأوضاع التلاتة دول، بعضهم حس بتغييرات نفسية غريبة، لدرجة إن في واحد قال إنه بقى بيحلم بحاجات سودة وبيسمع أصوات ناس بتندهله من بعيد. وواحد تاني قال إن هو بقى عنده وسواس وبيحس إن في واحد بيراقبه في ظهره على طول حتى وهو لوحده. طبعا ده غير إن في واحد قال إن هو بطل يقدر يبص للوحة لأنه لما بيشوفها بيجيله صداع في كل مرة بيحاول يبص لها. طيب تفتكر ده صدفة ولا اللعنة بدأت تشتغل؟ محدش يقدر يجزم بالكلام ده يا صديقي، لكن الأكيد إن اللوحة مش طبيعية، والأكيد أكتر إن اللوحة دي فيها حاجة: سحر، علم، لعنة، كيان، الله أعلم. بس اللي أنا متأكد منه إن اللي عملها كان قصده حاجة، وده اللي خلاني أعمل الحلقة دي، ومش بس علشان أحكي عن حجر قديم، لأ، دي محاولة لأننا نفهم حاجة أكبر مننا، نحاول نلاقي إجابة على الأقل ترضي دماغنا حتى لو الإجابة دي كانت مخيفة. وفي وسط كل النظريات والتفاسير والصور اللي بتتغير دي بيكون في سؤال واحد واقف وكأنه بينقش نفسه جوه دماغك: هو النقش ده معمول علشان احنا نفهمه ولا معمول علشان يختبرنا؟ والحقيقة يا صديقي إن من أول لحظة تشوف فيها لوحة الإنس والجن بنحس إن في حاجة مش مريحة، مش بس لأنها غريبة أو قديمة، لأ، ده الإحساس نفسه بيكون أعمق من كده بكتير، كأن الحجر بيخبي سر وبيستناك انت بالتحديد علشان تعرفه. بس بعد ما ظهرت التفسيرات المختلفة دي ما بين رأي الجوهري الديني وصور معاذ ومحمد اللي طلعوها، بدأت نظريات تانية تخرج، زي إن بعض الناس شافوا إن اللوحة دي مش بس حجر من 3000 سنة، لا، لكنه دليل على وجود معرفة خفية مش مسموح للعالم إن هو يعرفها. ويقال إن في واحد من دارسين الرموز الغامضة كتب مقال صغير قال فيه اللي عمل النقش ده كان بيحاول يوصل رسالة، بس مش لأي بشر، الرسالة دي معمولة لكائنات معينة أو لعالم موازي بيطل من خلالنا. الكلام ده يخض، صح؟ بس في أكتر يا صديقي، زي إن في ناس قالوا إن اللوحة دي بتشتغل زي مفتاح لبعد تاني، زي عالم الجن مثلا، أو يمكن في زمان قديم ضايع أو حضارة اختفت، برضو احتمال. المهم إن كل ده مش خيال، لا، ده في علماء بيشتغلوا فعلا على الرموز اللي ملهاش تفسير دي وبيحاولوا يربطوها ببعض. بس خليني أقولك على حاجة تانية، في كلام إن في واحد هاوي من المغرب حاول يعيد تشكيل النقش بتقنيات ثلاثية الأبعاد، وبعد لما خلص النموذج الرقمي ده نام وهو سايب الكمبيوتر بتاعه مفتوح. وتاني يوم الصبح قال إن هو لما رجع يبص على النموذج لقاه مختلف، واكتشف إن في حاجة بسيطة اتغيرت، بس هو كان متأكد إن هو ما عملهاش. الشخص ده شك في نفسه، بس لما الموضوع اتكرر مرتين تلاتة بدأ إن هو يخاف. وأكتر حاجة خوفته إن العين اللي في النص اللي موجودة في الصورة المدموجة بدأت إن هي تبص في اتجاه مختلف. والشخص ده قال إن هو كان حاسس إن العين دي مش مرسومة وإنها كانت بتراقبه. والغريب أكتر يا صديقي إن في ناس تانية ادعت إن في أصوات طالعة من النقش اللي موجود في اللوحة. والله. وواحد تاني صور اللوحة بكاميرا موبايله، ولما رجع علشان يسمع الفيديو كان فيه وشوشة أو حاجة شبه لمس أو جمل مش مفهومة، لكن الإيقاع كان حاجة زي دعاء أو تعويذة. وفي واحدة كانت بتحلل الصور في برنامج تصميم وقالت إن هي لما زودت التباين والسطوع في الصورة ظهرت كلمة باللغة العربية القديمة شبه النقش السابق بالظبط، وكان مكتوب فيها العارف يحذر. بس هي معرفتش تقراها، لكن في حد من المهتمين باللغات القديمة ساعدها. أهو كل الكلام ده ممكن تقول عليه تخاريف، ممكن تقول للناس دي بتتخيل، بس السؤال المهم:
ليه النقش ده بالذات؟ وليه اللوحة دي مش زي غيرها من آلاف القطع الأثرية؟ ليه الناس اللي بتشوفها بتحس بحاجة في قلبها بتتحرك؟ حاجة زي رعب أو فضول ولا يمكن نداء؟ طيب إحنا لو افترضنا إن النقش ده معمول برسالة فعلا، الرسالة دي لمين؟ في نظرية مرعبة بتقول إن اللوحة دي معمولة للناس اللي شايفين، مش شرط يكونوا علماء ولا مؤمنين ولا حتى أذكياء، لكن يكون عندهم حاجة جواهم زي ما يكون فيهم استعداد لاستقبال الرسالة. علشان كده مش كل الناس بتشوف نفس الصور، ومش كل الناس بتحس بنفس الإحساس. والأخطر من كده يا صديقي إن الرسالة ما خلصتش، لأن على حسب كلام معاذ ومحمد لما كانوا بيحاولوا يركبوا الصور على بعضها، لقوا إن في فراغ في نص الصورة، كأن في حتة ناقصة، حتة المفروض تتركب مع اللوحة علشان توضح باقي الحكاية. بس مفيش أي مصدر بيقول إن في جزء تاني إلا حكاية واحدة بس مش مؤكدة. والحكاية دي يا صديقي بتقول إن في حجر مشابه زي الحجر اللي بنتكلم عليه ده، لكنه مختفي في أحد الأديرة القديمة في جنوب أسبانيا، ولما سألوا قالوا إن الحجر اتحفظ في الخفاء لأنه مش آمن. طيب يعني إيه مش آمن؟ محدش حب يوضح. بس لو جينا بقى للجانب الديني، فالنقش بيجمع رموز كتير: موسى والدجال والقرد والخنزير والشيطان والكرسي، ورموز كل واحدة منهم وراها قصة وفتنة ومعجزة ولعنة. بس في حاجة مرعبة أكتر، والحاجة دي إنك لو حطيت كل الرموز دي جنب بعض هتحس إن اللوحة بتجسد الصراع الأخير بين الخير والشر، والإيمان والفتنة، والنبوءة والضلال. وده بيخلينا نرجع للسؤال القديم: هل النقش ده تنبؤ ولا تحذير؟ ولو هو تحذير يبقى إحنا المفروض نعمل إيه؟ هل نسيبه مدفون في مكانه، ولا نحاول نقراه أكتر، ولا نكسره ونخلص منه؟ بس مين يقدر يكسر حاجة معمولة من البازلت الصلب ومحمية من قرون؟ بس في النهاية يا صديقي هتلاقي في سؤال مهم بيظهر في وسط الكلام ده، والسؤال بيقول: هو اللي عمل اللوحة دي لسه عايش؟ هستنى رأيكم في الكومنتات. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده. فبس كده عشان ما اطولش عليكم، استنى رايكم في الكومنتات. فكان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.